يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد وسلسلة جديدة عن اروع الافلام اللي ممكن تشوفهم في حياتك. والنهاردة اول فيديو معانا في السلسلة دي وهو عن افضل 10 افلام كرتون انيميشن ممكن تحضرهم في حياتك. وهيكون معانا في الفيديو ده افلام اتربينا عليها وحبيناها من واحنا صغيرين، زي فيلم الفار الطباخ، شركة المرعبين المحدودة، وورلي، الملك الاسد، ذا لايون كينج وغيرهم، وهنرتبهم مع بعض من المركز العاشر لحد ما نوصل للمركز الاول. اوكي، وبيبدأ معانا في المركز العاشر الفيلم العبقري وصاحب الفكرة المجنونة راتاتوي، وده بيتكلم عن لينجويني اللي على الله حكايته خالص، واللي كان رايح يشتغل في اكبر واشهر المطاعم في فرنسا، وهو ما يعرفش يطبخ خالص، بس بيتعرف على ريمي الفار اللي بيكون شاطر جدا في المطبخ، وبيبقوا اصحاب هما الاتنين، وبيبتدي ريمي يتحكم في لينجويني من خلال شعره، ولينجويني بيبقى مشهور جدا بسبب الاكل اللي بيعملوه مع بعض، بس بعدين بيتخانقوا مع بعض وبيطرد لينجويني الفار بره المطعم، ورئيس الطباخين بيبقى عايز يطرد لينجويني هو كمان، بس بيكتشفوا مفاجأة كبيرة بتغير كل حاجة وبتغير كل الأحداث، وهتقدروا تعرفوا المفاجأة دي لما تتفرجوا على الفيلم، وخليكوا واثقين إنه هيعجبكم جدا جدا. ويجي معانا في المركز التاسع الفيلم الرائع العبقري تانجل، وده بيتكلم عن إنه زمان كان في قطرة نزلت من الشمس وطلعت مكانها وردة، وكبرت الوردة ولقيتها ست عجوزة كانت بترجع شباب لما بتغني للوردة دي، وفي يوم من الأيام مرات الملك كانت تعبانة جدا وهتموت وهي بتولد، فبيجيبوا لها الوردة دي فبتخف، وبتجيب لهم الأمورة ريبونزل اللي ساحر الوردة بيتنقل لشعرها، وبتقدر تسرقها الست الشريرة اللي بترجع شباب لما بتغني لشعرها لما بينور، وبتخبيها في برج عالي مستخبي عن كل حاجة. وبيكون معانا في الفيلم يوجين الحرامي اللي سرق التاج من القصر، وبيجروا وراه الحراس وبيهرب منهم، وبالصدفة بيلاقي البرج ويطلعوا علشان يستخبى من الحراس، بس ريبونزل بتضربه وتقدر تكتفه بشعرها، فبيتفقوا هما الاتنين انها تسيبه بس بشرط يوريها المصابيح اللي بتنور كل سنة في ذكرى عيد ميلادها، مقابل انها تديله التاج بعد ما خبته. وبتعرف الست الشريرة ان في حد لقي البرج، فبترجع بسرعة عشان تعرف ايه اللي حصل، وبتدور الاحداث والمغامرة بتكبر لما يوجين بياخد ريبونزل عشان يوريها المصابيح ليلة عيد ميلادها، واحداث تانية كتير بتحصل هتعرفوها لما تتفرجوا على الفيلم عشان ما احرقلكوش الاحداث الجميلة جدا جدا. وفي المركز الثامن يجي معانا الفيلم اللي فكرته جديدة وتحفة، وهو توي ستوري الجزء الثالث، وده فكرته ان الالعاب اللي بنلعب بيها بتتكلم وبتدب فيها الحياة واحنا نايمين لما بيبقوا لوحدهم، والجزء ده من افضل الاجزاء واعلاهم في التقييم. وفيه بنشوف اندي بيكبر وبيروح الجامعة، وامه بتطلب منه يجمع الالعاب بتاعته علشان يتبرع بيهم للحضانة، بس هو بيقرر يحتفظ بيهم في المخزن وبيشيلهم في كيس اسود كبير، فامه بتفكره كيس زبالة وبترميه مع الزبالة، بس اودي بيقدر ينقذ الالعاب وكان عايز يرجعهم المخزن، بس الالعاب بيقرروا انهم عايزين يروحوا الحضانة بدل ركنتهم في المخزن، وطبعا اودي ما كانش موافق، وفعلا بيروحوا الحضانة ويلاقوا في الاول انها جميلة وفكروا انهم هينبسطوا فيها بعد ما بيرحب بيهم الدبدوب الكبير، بس بيكتشفوا في الاخر ان الدبدوب ده مسيطر على كل الحضانة، وهم وبيحاولوا يهربوا بس بيتمسك، بيغير الدبدوب اعداداته علشان يخليه يقبض على الالعاب اصحابه، بس اندي بيجي لهم علشان ينقذهم، ويا ترى هيقدر ينقذهم ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع احداث الفيلم التحفة جدا. وبيجي معانا في المركز السابع الفيلم العالمي وكل ما نلاقيه شغال لازم نقعد ونحضره، وهو مونستر زين، او زي ما معروف عند ناس كتير باسم شركة المرعبين المحدودة. وقصة الفيلم بتحكي عن انه البشر عايشين في عالم والوحوش عايشين في عالم تاني، والطريقة الوحيدة عشان يقدروا يتنقلوا من العالم ده للعالم ده هي عن طريق الابواب، وعالم الوحوش ده كان بيستمد طاقة الكهرباء بتاعته وبيخزنها عن طريق تخويف الاطفال الصغيرة من البشر. وبيكون معانا ابطال الفيلم وهم مارد وشوشني المعروف بكرة البعبع وصاحبه شلبي، وده اكبر واشطر مخوفاتي في الشركة كلها. وفي يوم من الايام يكون كرة البعبع عازم سالي على العشاء، بس بيكون وراه ورق لازم يستلمه من روز علشان يخلصه، وشلبي بيتطوع انه يخلصه بداله، وبيروح شلبي الشركة بالليل ويلاقي فيه بيبان منسية كان لازم تتشال بعد ما المخوفتية
يخلصوا شغلهم، وقبل ما يشيل الباب حب يتأكد ان مفيش مخوفات جوه، بس بيتفاجئ ويلاقي طفلة بتجري عليه وبيخاف شلبي جدا منها وبيحاول يهرب، بس الطفلة بتمسك فيه وبتيجي لعالم الوحوش معاه قبل ما أندل يشيل الباب، وبيضطر شلبي ياخدها معاه البيت بعد ما بوظ على كرة البعبع سهرته الجميلة. في الأول بيبقوا هما الاتنين خايفين منها خالص، بس بعدين بيبقوا أصحاب وبيضحكوها وبيلاقوا طاقة الضحك بتاعتها نورت العمارة كلها، وبياخدوها تاني يوم علشان يرجعوها اوضتها. بس المفاجأة انهم بيلاقوا الدنيا مقلوبة في الشركة علشان اكتشفوا ان في بنت اختفت. كمان لما وصلوا للباب بتاعها ملقوهوش موجود، وبكده مش هيعرفوا يرجعوها من غير الباب بتاعها. ويا ترى هيعملوا ايه وهيتصرفوا ازاي؟ ده اللي هتعرفوه لما تحضروا باقي احداث الفيلم التحفة جدا. ويجي معانا في المركز السادس فيلم ديزني الرائع واللي هيغير كتير من مفهومك عن الحياة، وهو فيلم سو، اللي بيتكلم عن جو المدرس العاشق للموسيقى اللي حلمه يبقى عازف جاز مشهور جدا. وفي يوم من الايام بيجيله خبر انه هيعزف مع فرقة دورسيا المشهورة جدا في المدينة، ومن شدة فرحته باللي هيحصل ما كانش مصدق الخبر وما كانش مركز في الطريق وهو ماشي، فبيقع في بلاعة. وبعدها بيتنقل للعالم الاخر، بيلاقي كل الناس الميتة رايحين في اتجاه كده، فبيحاول يهرب عشان ما كانش عايز يموت، وبينط من الطريق اللي الناس كانت ماشية فيه، وبيبص وبيلاقي نفسه راح على مكان فيه الأرواح متجمعة قبل ما تتولد. وأي روح علشان تقدر تتولد وتنزل كوكب الأرض وتسيب المكان ده لازم في الأول تلاقي شغفها، وبتجيله فرصة إنه يبقى مرشد لروح من الأرواح دي. ووقع الاختيار على روح فاقدة الشغف خالص، وهي روح رقم 22 اللي ما كانتش عايزة تنزل الأرض، بس هو اتفق معاها هيخليها تلاقي شغفها وياخد هو منها الكارت بتاعها ينزل بيه الأرض لجسده مرة تانية، وتكمل هنا هي براحتها زي ما هي عايزة، زي يبادلوا مع بعض كده. وبتدور الأحداث وتتصاعد، وينزل هو في جسم قطة وتنزل 22 في جسمه هو، ويضطروا يدوروا على طريقة علشان يقدروا بيها يرجعوا لمكان قبل الولادة تاني. وبتتصاعد الأحداث أكتر وأكتر، وعلشان تعرفوا إيه اللي حصل اتفرجوا على الفيلم اللي أوعدكم مش هتندموا خالص لما تتفرجوا عليه. واتفاجئنا ديزني في المركز الخامس الفيلم الرائع أب، واللي بنشوف فيه فريد وهو صغير لما كان في السينما، وبيشوف مستكشف بيكتشف مكان جديد في حتة بعيدة خالص في شلال، بس الناس ما بتكونش مصدقة اللي شايفاه، بس فريد بيصدقه وبيقرر لما يكبر انه هيروح علشان يلاقي المكان والشلال ده. وبعدها بيتعرف على الطفلة إيلي، وبيلاقي حلمها هي كمان انها تروح مكان الشلال، وبيقرر انه يساعدها في تحقيق حلمها. وبيكبر فريد وإيلي وبيتجوزوا، وكانوا عايشين في سعادة وفرحة هما الاتنين، وحلمهم لسه موجود انهم يزوروا الشلال. كل ما يحوشوا فلوس علشان يسافروا بيها تحصل حاجة فيضطروا يكسروا الحصالة، لحد ما بيعجزوا هما الاتنين، وللأسف بتتوفى إيلي. وبيبقى قاعد فريد لوحده حاسس بالزهق والملل، وكل البيوت الصغيرة اللي حواليه بتتحول لأبراج ومشاريع كبيرة، بس هو ما كانش راضي يتنازل أبدا عن بيته. وفي يوم من الأيام وهو قاعد بيجيله رامز فتى الكشافة، وكان عايز يساعده علشان رامز معاه كل الأوسمة ما عدا وسام مساعدة العجائز. وطبعا فريد بيكبر دماغه وبيقول له في وحش تايه مني، لو لقيته هديلك الوسام ده. وبعدها الحي بيرفع قضية على فريد علشان ضرب واحد من المهندسين، علشان المهندس ده خبط صندوق البريد بتاع بيته، وللأسف بيتحكم عليه انه يروح دار مسنين، والبيت بتاعه هيتاخد ويتهد. وقبل ما يجي اليوم اللي هياخدوه فيه علشان يودوه الدار، يقرر انه مش هيسيبهم ياخدوا البيت بتاعه، وينفخ بلالين كتيرة جدا جدا، ويقرر انه هيحقق حلمه وياخد البيت ويروح الشلال لوحده بالبلالين. ويتفاجئ وهو في الجو ان رامز كمان معاه وبيخبط له على الباب، فبيدخله جوه. وبعدها بتقوم عاصفة شديدة جدا وبيتوهوا في الجو، ويا ترى هيوصلوا ولا لا؟ ده اللي هتعرفوه لما تحضروا الفيلم اللي هيعجبكم جدا. ويجي معانا في المركز الرابع التحفة الجميلة والفكرة العظيمة، وهو فيلم انسايد اوت. وده بيحكي عن انه من يوم ولادتنا وكل شعور بنمر بيه بيبقى له ذكرى او شعور دماغنا بتحتفظ بيه، والذكرى او الشعور ده بيعبر عنه بشخصيات جوه الفيلم، زي الفرحة والحزن والخوف والقلق والغضب وغيرهم.
وبيكون معانا في الفيلم الطفلة رايلي اللي دماغها بتحتفظ بالذكريات والمشاعر دي عن طريق كرات بتتخزن جوه دماغها، واخر كل يوم الكرات دي بتروح المكتبة الرئيسية للذكريات، ودي اللي بتشكل شخصيتها. ولما بنبتدي نكبر بيبتدي يتكون معانا ذكريات رئيسية، ودي لما بتحصل حاجة كبيرة قوي اول مرة نعملها وبيكون تأثيرها كبير، زي اول مرة رايلي تجيب جون في الهوكي. كل ذكرى رئيسية بيبقى لها جزيرة رئيسية جوه دماغنا، زي جزيرة الفرحة وجزيرة العيلة والصراحة والعبط وغيرهم. وبتكبر رايلي وبيكونوا هيسيبوا البيت، وبتبتدي الذكريات تنطفي علشان كانت زعلانة انهم هيسيبوا البيت، والحزن بتحول الذكريات السعيدة لحزينة، وبتحاول فرحة تنقذ الموقف على قد ما تقدر. ويا ترى هتعرف فرحة تتصرف ولا لا؟ ده اللي هنعرفه لما نحضر الفيلم اللي احداثه جميلة جدا وينور الدنيا في المركز الثالث، الفيلم اللي كلنا حبيناه وقت ما حضرناه، وهو فيلم وولي، واللي قصته بتدور ان البشر كلهم اختفوا من الارض، والكوكب كله بقى عبارة عن مخلفات وزبالة ودخان، وبنلاقي صاحبنا اللي حبيناه وهو وولي، وهو بيعمل مكعبات من الحاجات اللي بيلاقيها، وبيجمع الحاجات اللي بيحس ممكن يبقى ليها لازمة في المكان اللي بينام فيه، وبيشحن كل يوم نفسه بالشمس علشان يقدر يكمل شغله. وفي يوم بيلاقي في ليزر ظهر، فبيجري وراه لحد ما الليزر ده بيقف، ويكتشف انه سفينة فضائية، وبتنزل من السفينة دي روبوتاية جميلة وكان اسمها إيف. وطبعا وولي عجبته إيف من أول ما شافها، وإيف كانت منفضاله وبتبتدي تستكشف الأرض. وولي كان بيراقبها من بعيد، وبتضرب بالليزر على وولي لما بتحس إنه بيتحرك، بس بعدها بتفحصه وبتلاقيه تمام وأمان، فبتعرف إن على الله حكايته، فبتنفض له وتسيبه في حاله. وبعدها إيف بتنام بالليل، ولما بيجي الصبح بتلاقيه عامل نفسه تمثال قدامها. وفي يوم بتقوم عاصفة شديدة جدا، فبياخدها وولي البيت بتاعه ويفرجها على الحاجات اللي محتفظ بيها في البيت، ويوريها التلفزيون، ويعرف ليلتها ان اسمها إيف. ومن ضمن الحاجات اللي وريها لها هي زرعة كان لقاها، فأول ما بتشوف إيف الزرعة بتتحول وتنطفي، وبيحاول يصحيها بكل الطرق بس هي ولا أي استجابة، لحد ما بتيجي السفينة الفضائية مرة تانية وبتاخدها معاها، بس هو طبعا ما بيسيبهاش وبيتعلق في السفينة ويطلع معاها الفضاء. في الفضاء بقى بعد ما بيوصلوا ينضفوا إيف من الجراثيم، ويفحصوا وولي وبيلاقوه مليان جراثيم، فبيقرروا يتخلصوا منه، فبيقدر يهرب منهم بصعوبة، ويكتشف وهو بيهرب ان البشر كلهم موجودين هنا، وتبدأ المطاردة علشان يمسكوا وولي. ويا ترى هيمسكوه ولا لا، وهيقدر يوصل لإيف مرة تانية ولا لا؟ ده اللي هتعرفوه لما تحضروا الفيلم اللي هتستمتعوا بأحداثه جدا وينور الدنيا معانا في المركز التاني، الفيلم اللي كل ما تحضره هتحبه اكتر من الاول، واللي من اروع افلام الانمي في التاريخ، وهو فيلم كوكو، واللي بيبدأ بميكيل وهو بيحكي لنا تاريخ عيلته، وازاي جده الكبير قوي كان نفسه يبقى عازف جيتار مشهور، وبيسيب مراته وبنته الصغيرة ويسافر، والعيلة كلها من بعده بتشتغل في صناعة الأحذية. وبنشوف بعدها الجدة كوكو اللي عندها مشكلة في الذاكرة، بس ميكيل بيحب يحكي لها كل حاجة وتفاصيل أيامه كلها. وبنلاقي عيلة ميكيل كلهم ما بيحبوش المزيكا خالص، علشان اللي عمله جدهم زمان وسابهم ومشي بسبب المزيكا، بس ميكيل كان مختلف عنه لأنه بيعشق المزيكا جدا، وكان شاطر جدا في عزف الجيتار، وكان نفسه يطلع مشهور زي أرنستو دي لا كروز اللي كان أشهر عازف جيتار في كل المكسيك. وفي يوم يعلنوا عن مسابقة للعزف، بيقرر ميكيل يشترك فيها، بس جدته لما بتعرف بترفض جدا، والبيت كله كمان بيبقى مش موافق. تاخده جدته وبتقول له النهارده يوم الموتى، وفي بنفتكر قرايبنا اللي ماتوا زمان وروحهم بتزورنا في اليوم ده، وبتقرر بعدها عيلته انهم هيشغلوه معاهم في صناعة الأحذية، بس ميكيل مش بيوافق وبيصر على حلمه ويقول لهم انه هيشترك في المسابقة. بتتغاظ جدته جدا منه وبتكسر له الجيتار بتاعه، وبيزعل طبعا ميكيل جدا وبيسيب لهم البيت وبيروح يدور على اي جيتار عشان يشترك بيه في المسابقة، بس للأسف مش بيلاقي، فبيقرر يسرق جيتار أرنستو دي
ديلاكروز من المتحف، بس الحراس بيشوفوه وبيجروا وراه، فبيقع ميكيل في حفرة وهو بيهرب منه، وبيصحى ويلاقي نفسه وسط الأموات، ويكتشف إن هو اتنقل لعالم الأموات وإن كل اللي حواليه دول قرايبه وعيلته الميتين. وبيتفرج ميكيل على عيلته وهم بيحاولوا يعدوا الجسر علشان النهارده يوم الموتى زي ما قلنا، وأرواحهم هتزور قرايبهم العايشين. ويقابل جدته إميلدا، ويا ترى هيقابل جده أرنستو ديلاكروز ولا لأ، وهيعرف يرجع لعالم البشر تاني ولا لأ؟ ده اللي هتعرفوه لما تحضروا باقي الأحداث الروعة جدا. وينور معانا في المركز الأول أعظم الأفلام وروعة الروائع، والفيلم اللي حببنا في أفلام الأنمي والكرتون، وهو فيلم ذا لايون كينج، واللي حكايته بتدور في الغابة واللي كان اسمها أرض العزة، وكان الملك بتاعها هو مفاسا، واللي كان بيحتفل مع مراته بمولودهم الجديد وهو سيمبا. وبنتعرف على سكار أخو مفاسا اللي ما كانش فرحان بولادة سيمبا علشان طبعا هيمسك الحكم بعد أبوه مفاسا، وبكده سكار مش هتجيله فرصة أبدا إنه يمسك الحكم بدل مفاسا، وعشان كده مرضيش يحضر الحفلة. وفي يوم بياخد مفاسا سيمبا وبيوريله المملكة كلها، وبيقوله إن هو اللي هيحكم من بعده، وبيحذره ما يروحش مكان بعيد مظلم خارج المملكة اسمه مقبرة الأفيال. وفي يوم تاني يقابل سكار سيمبا، وسكار يقول لسيمبا إن مقبرة الأفيال دي ما فيهاش حاجة، وإنه أمان ومش هيحصل له حاجة، لأنه كان عايز يتخلص منه علشان هو اللي يمسك الحكم بعد مفاسا. وفعلا سيمبا بيقتنع بكلامه ويزوغ من مفاسا وياخد نالا صاحبته ويروحوا لمقبرة الأفيال، وهناك الضباع بيطلعوا لهم ويخوفوهم، بس بيجي مفاسا وينقذهم على آخر لحظة. وطبعا مفاسا بيأنب سيمبا على اللي عمل، وبعدها سكار يعمل خطة مع الضباع علشان يخلصوا بيها على سيمبا، وهي انه ياخد سيمبا يتمشى بيه ويخلي الضباع يجروا ورا قطيع كبير من الحيوانات علشان يجروا على سيمبا ويخلصوا عليه. بس بيجي مفاسا على آخر لحظة وينقذ سيمبا على صخرة، بس للأسف بيموت هو بعد ما سكار مرضيش ينقذه. وسكار بيقول لسيمبا انت لازم تهرب علشان انت السبب في موت ابوك. وللأسف سيمبا بيحس بالذنب فعلا ويسيب الغابة ويهرب ويسيب الحكم لسكار، بس بيلاقوه بعدها تيمون وبومبا وبيبقوا صحاب خالص ويكبروا ويكبر معاهم سيمبا، ويقابل كمان نالا صاحبته من هم وصغيرين، وكانت بتحاول تقنعه انه لازم يرجع ويسترد الحكم بتاع مفاسا باباه علشان يسترد حقه في حكم الغابة. ويا ترى سيمبا هيرجع لمملكته ولا لا، ونالا هتقدر تغير رأيه ولا لا؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الفيلم اللي هيعجبكم جدا جدا. وبس، وبكده يبقى قلنا لكم على اجمل الافلام اللي ممكن تحضروها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وتقولوا لنا في الكومنتات على ايه اكتر فيلم عجبكم من الافلام دي، وايه الفيلم اللي نفسكم نلخصه لكم. واشوفكم في فيديو جديد وملخص جديد. سلام.